المناعه يعتبر نعمه كبيره، انت من غيره مش هتعرف تعيش حتى لو ساعه. حاسس اني ببالغ شويه بساعه دي، انت مش هتعرف تعيش حتى دقيقه واحده. تسمع عن فيروس اتش اي في؟ الفيروس ده بيدخل جسمك وهدفه حاجه واحده بس، بيدمر نوع معين من انواع الخلايا المناعيه. هو بيدمر نوع واحد بس، اكيد مش هيسبب مشاكل كتير، هو هيخلي حياه اللي بيسيبه جحيم بس. المهم تعالوا نشرح جهاز المناعه بيشتغل ازاي اصلا. جهاز المناعه بتاعك بيتكون من اكتر من خط. اول خط هو الجلد والمخاط والدموع وغيرهم كتير. خط الحمايه الاول ده دوره انه يمنع دخول البكتيريا والفيروسات واي كائن غريب جوه جسمك، اعتبرهم زي سور كبير بيحوطك من كل حته. بس تفتكر دول كفايه؟ اكيد لا، في بكتيريا وفيروسات بيعدوا برضه منهم. وهنا يجي دور الخلايا المناعيه اللي جوه جسمك. ركز معايا عشان الموضوع طويل شويه، هو بالصعب، اعتبر نفسك في حرب وهتفهم كل حاجه. لما جسم غريب يخش الجسم اول حاجه بتقابله هي خلايا الماكروفيجز او خلايا الاكله. الخلايا دي يعتبر حجمها ضخم جدا بمقارنه بخلايا المناعه الثانيه. دي كل هدفها اللي هي تمشي في الجسم وتدور على اي جسم غريب، واول ما تشوفه تقوم بلعاه ومقطعاه حتت صغيره. بعد كده تقوم واخده الاجزاء اللي قطعتها دي ورفعها على جسمها من بره، بحيث اللي هتوريها كل خلايا المناعه الثانيه تقول لهم شوفوا ده منظر العدو عاوزين نقتله. وبما انك في حرب فاكيد في مركز قياده للعمليات، وهنا يجي دور التي هيلبر سيل او خلايا تيم المساعده. دول اكنهم مركز عمليات كبير جدا، هم اللي بينظموا كل حاجه، بيستقبلوا شكل العدو من خلايا اكله او ماكروفيجز وبيبداوا يصدروا اوامر. انت جاهز السلاح، انت هتخش تحارب، انت خليك المسانده. من غيرهم هتعم فوضى في جسمك، وهنتكلم عن ايه الفوضى دي قدام، بس ركز معايا احنا في حرب دلوقتي. بعد ما توصل الاوامر من تي هيلبر سيل بتبدا الحرب الحقيقيه. هنا بتتدخل الخلايا القاتله او الكيلر سيل. الخلايا دي بتدخل ارض المعركه وهدفها بس اللي هتدور على اي خليه العدو صابها او سبب فيها ضرر، وتقوم لازقه فيها ومدمراها ومفجره نفسها بيها. يعني بتضحي بنفسها عشان تمنع العدو من الانتشار. عارف الكاميكازي بتوع اليابان؟ هم زيهم كده. وبالمناسبه احنا هنتكلم قريب على اليابان وحرب حقيقيه دارت في اليابان، فما تنساش السبسكرايب. المهم في كواليس الحرب دي كلها في العلماء بتوع المناعه شغالين، وهم خلايا بي سيلز. دول بيصمموا اسلحه دقيقه جدا اسمها الاجسام المضاده او الانتي بودي. دي بتطلع تلصق في العدو وتثبته مكانه وتمنعه من الحركه تماما، وبتجمع كل خلايا المناعه حواليه بحيث اللي هتقتله وتخلص عليه قبل ما يعمل اي ضرر في الجسم. الجسم المضاد ده بيمسك في العدو زي القفل والمفتاح بالظبط. بعد ما المعركه بتخلص في جزء من الجيش بيخليه موجود، وهنا يجي دور الميموري سيلز او خلايا الذاكره. ودول زي الارشيف الحي للمعارك اللي فاتت دي كلها، بيفتكروا شكل العدو بكل تفاصيله فيه. وعشان كده لو اي ميكروب دخل الجسم تاني، الجسم بيبدا يخلص عليه في ثانيه حتى من قبل ما يسبب اي اعراض. ده ببساطه عشان جسمك فاكره واتعامل معاه قبل كده. والخلايا دي اللي مبني عليها فكره التطعيمات. احنا ببساطه ممكن نجيب فيروس بيسبب مرض خطير جدا ونحقنك بجزء منه، او ممكن نحقنك بالفيروس نفسه بس يكون ميت او غير مفعل. والهدف هنا احنا نخلي جسمك يعرف الميكروب ده ويتعرف على شكله ويطلع ليه اجسام مضاده او انتي بوديز تبدا تحاربه. وده كله من غير ما يحصل حرب حقيقيه في جسمك. وخلايا الذاكره او الميموري سيلز هنا هدفها اللي هتحتفظ بشكل الفيروس ده طول حياتك لحد ما تموت. وده كله عشان لما يخش الميكروب الحقيقي اللي عايش المره دي بجد، جسمك يتعرف عليه على طول ويطلع كل الاسلحه والاجسام المضاده عشان يقتله ويمنعه من الحركه قبل ما يسبب اي ضرر في جسمك حتى لو بسيط. بس برضه البكتيريا والفيروسات مش اغبياء قوي كده. في بكتيريا وفيروسات كتير جدا بيعرفوا يستخبوا من جهاز المناعه ويعدلوا على نفسهم بحيث ان جهاز المناعه ما يكشفهمش اصلا. ممكن يبداوا يغيروا شكلهم من بره بحيث الميموري سيلز كل مره يدخلوا تعتبرهم عدو جديد وما تعرفهمش، فكل اسلحتك اللي جهزتها المرات اللي فاتت ما تجيبش نتيجه المره دي. ممكن يبداوا يطلعوا انزيمات حواليهم بحيث انهم يقتلوا اي خلايا مناعيه بتحاول تقرب منهم. وممكن كمان يدخلوا الجسم ويستخبوا في حته بعيده عن خلايا المناعه ويخلوهم مستخبيين ومستنيين وقت مناسب، عشان اول ما خلايا المناعه عندك تضعف بسبب توتر او كبر في السن او غيره يبداوا يطلعوا وينتشروا في كل الجسم. سمعت عن الحزام الناري؟ هو حاجه شبه كده بالظبط. في حاجات كمان بتدخل تهاجم وتدمر جسمك بسرعه رهيبه جدا، جسمك ما بيلحقش حتى يكون انتي بوديز عشان يبدا يحاربها بيه، ولما بيكون كونها بيكون فات الاوان خلاص ملهاش لازمه. وفي كمان اللي بيدخل يضرب في جهاز المناعه نفسه وبيعمل حرب اهليه جواها. احنا في حرب فما تفتكرش ان الموضوع سهل. انا قلت لك في اول الفيديو ان من غير تي هيلبر سيلز الفوضى هتعم في كل مكان. اهو ده بالظبط اللي فيروس اتش اي في بيعمله، بيدخل يدمر نوع معين من خلايا تي هيلبر سيلز. من غيرها جسمك بيفقد التنسيق بين خلايا المناعه كلها، فدور البرد اللي كان بيقعد معاك يومين ثلاثه ويخف بسبب غياب التي هيلبر سيلز وعدم التنسيق ممكن يقعد معاك اسابيع او ممكن شهور كمان. في حاجه كمان نسيت اقولها لك، جهاز المناعه بتاعك ممكن يبقى غبي شويه. جهاز المناعه المفروض بيقدر يفرق بين خلايا الجسم والخلايا الغريبه اللي بتدخل له من بره عشان يقدر يميز ما بينهم ويحارب الخلايا الغريبه اللي بتدخل. بس مش ده دايما اللي بيحصل، ساعات خلايا المناعه بتتلخبط وتفتكر خلايا الجسم هي خلايا الغريبه نفسها وتبدا تهاجمها وتدمرها. وهنا بيحصل مجموعه من الامراض بنسميها الاوتو اميون ديزيز او امراض المناعه الذاتيه. وده بيحصل كالاتي: المفروض كل خلايا جسمك ما عدا خلايا الدم الحمراء هنركنها دلوقتي على جنب عليها من بره بروتين بيميزها اسمه MHC او ميجور هيستروكومباتيبيليتي كومبلكس. اسمه هيطلع على الشاشه برضو يا جماعه. البروتينات دي بتعتبر زي البطاقه الشخصيه بتاعت كل خليه، والتي هيلبر سيلز بتبقى ماشيه في الجسم تشيك عليهم واحده واحده، ولو شافت خليه عليها MHC سليم بتقول تمام دي ما فيهاش مشكله سيبها زي ما هي.
بس الخلايا المصابه مختلفه شويه. الخلايا المصابه لما بتلاقي في فيروس او بكتيريا جواها بتبدا تاخد جزء منه وتطلعه على السطح بتاعها وتخليه يمسك في الام اتش سي. فساعتها تي هيلبر سيلز لما بتيجي تشيك على الام اتش سي بتاعها بتلاقي في تغيير حصل فيه او حاجه غريبه، فبتبدا تفهم ان في مشكله في الخلايا دي وان في بكتيريا او فيروس جوه محتاجين نحاربه. اكن الخلايا بتقول يا جماعه انا مصابه الحقوني قبل ما انشر العدوى دي في كل حته. طب كده تمام، فهمنا ان تي هيلبر سيلز بتعرف تميز بين الخلايا العاديه والخلايا المصابه. ايه اللي بيحصل بالظبط عشان تبدا تتلخبط وتهاجم خلايا الجسم السليمه؟ احنا عندنا اسباب كتير ليه ده بيحصل بالظبط. اول سبب فيهم هو فشل في تعليم الاولي للخلايا المناعيه. اثناء تكوين الخلايا المناعيه في الغده الزعتريه او الثايموس جلاند، المفروض الخلايا المناعيه دي بتتعلم ان هي ما تهاجمش جسمك وتتعرف عليه انه خلايا طبيعيه وما تهاجمهاش. بس مش ده دايما بيحصل، ساعات بيحصل فشل في التعليم ده، فبتبدا الخلايا المناعيه تطلع مش فاهمه اصلا ايه الفرق بين العدو وخلايا الجسم، فبتبدا تهاجم كله مع بعض. تاني سبب معانا هو التشابه في الشكل، مولكيولار ميميكري. ايا كان هتظهر على الشاشه برضه يا جماعه. بعض البكتيريا لما بتخش جسمك بيبقى عندها بروتينات شبه بروتينات جسمنا بالظبط، فالجسم بيتلخبط ويبدا يهاجم خلايا الجسم بالغلط. مثلا بعد التهاب الحلق بسبب بكتيريا الاستريبتو ممكن جسمك يبدا يهاجم خلايا القلب بالغلط، وده ببساطه انه شايف بروتينات بره على خلايا القلب شبه البروتينات اللي موجوده على البكتيريا اللي لسه قاتلها من شويه، بتسبب لنا الحمى الروماتيزميه. حاسس ان احنا محتاجين نوضح شويه. تخيل ان جسمك عيل صغير طول عمره بيتعامل مع معالق عادي، بس مره واحده مسك معلقه سخنه شويه واتلسع. هنا العيل الصغير ممكن يفتكر ان كل المعالق ممكن تلسعه فيبدا يتجنبها كلها ويعتبرها كلها اعداء. او ده بالظبط اللي بيحصل في جسمك بيبدا يهاجم اي حاجه شبه البكتيريا اللي سببت له امراض قبل كده. وفي اسباب تانية كتير ممكن تسبب لي امراض مناعه ذاتيه زي العوامل الوراثيه او حاجات في البيئه المحيطه بيك زي التلوث او التدخين مثلا او غيرهم كتير. جهاز المناعه كمان ممكن لو شاف حبايه سوداني في جسمك يبدا يهاجمها ويسبب لك حساسيه ممكن تموتك. تحسه جهاز معاق شويه بس للاسف مضطرين نستحمله، من غيره مش هنعرف نعيش. في النهايه جوه كل واحد فينا في جيش كامل بيحارب عشانك، جنود مش بنشوفهم ويمكن عمرنا ما فكرنا فيهم ولا حمدنا ربنا على النعمه دي، بس مع كل نفس وكل نبضه في الاف المعارك اللي جسمك كسبها عشان تعرف تعيش وتكمل حياتك. فالمره الجايه لما يجيلك دور برد وتتعب شويه افتكر ان ده مش ضعف، ده جهاز المناعه بتاعك بيحارب وبينتصر كمان. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.